أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست زوم إن. في هذه الحلقة سنتكلم عن النجاح الباهر لأشرف حكيمي الذي أصبح اللاعب المغاربي الأكثر تتويجا في التاريخ برصيد 17 لقب، والثاني إفريقيا خلف الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توري اللذين يملك كل منهما 18 لقب. ففي سن 26 حكيمي مرشح ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في إفريقيا. حكيمي يعد الآن رمزا لبلاده كأحسن كوايري محترف عبر تاريخ أسود الأطلس. فهل يحاول البعض استعمال مطرقة المحكمة وقصة الاغتصاب لضرب صورة هذا الرمز، وبالتالي وأد حلم أشرف وحلم المغاربة الذين هبوا في حملة غير مسبوقة للتصويت له من مختلف أنحاء العالم، التصويت الذي أطلقه موقع فرنسي لاختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لو بالون دور عبر رابط مخصص على المنصة الإلكترونية لهذا الموقع. ويبدو أن محبي حكيمي داروا خدمتهم، فتحوا حواسبهم وموبايلاتهم وغزوا الرابط ليتصدر بذلك اللاعب المغربي القائمة متجاوزا عثمان ديمبيلي في وقت قياسي. تعد حياة المشاهير والرياضيين في كثير من الأحيان مسرحا لمواقف بالغة الصعوبة والتعقيد، ويعد الابتزاز أحد أبرز التحديات التي يواجهونها، حيث يستغل النصابون والحاقدون وأعداء النجاح شهرة هؤلاء النجوم وثروتهم للحصول على مكاسب مادية أو تحقيق أهداف شخصية أو خدمة مصالح وجهات مخفية قد تكون سياسية. هذه الظاهرة لا تهدد سمعة المشاهير ومسيرتهم المهنية فحسب، بل تعوض حياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية للخطر وللضغوط والابتزاز. الرياضي هو إنسان قبل كل شيء، يقيم علاقات كما يقيمها الإنسان العادي، يحتفل، يسهر، يغني، وأحيانا يخطأ كما نخطأ جميعا. حالة أشرف حكيمي لا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار، لذلك إثارة قضية الاتهام الذي وجه للاعب باريس سان جيرمان بمحاولة اغتصاب إحدى الفتيات قبل ساعات أو قبل أسابيع من جائزة الكرة الذهبية يدعو للاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام. كثير منا يتذكر قصة كريستيانو رونالدو في 2018 بعدما وجهت كاثرين مايورغا، وهي عارضة أزياء أمريكية سابقة، اتهامات لرونالدو بالاعتداء الجنسي عليها في عام 2009 في فندق في لاس فيغاس. وعلى الرغم من أن القضية أثارت ضجة كبيرة، إلا أن المدعين الأمريكيين أعلنوا لاحقا أنه لن يواجه أي اتهامات جنائية. اللاعب الفرنسي بنيامين مندي برئ في 2023 من اتهامات اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى في محاكمتين منفصلتين. واللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود أحد نجوم مانشستر يونايتد الشباب ألقي القبض عليه في يناير 2022 بتهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء، لكن في فبراير من 2023 أعلن الادعاء العام البريطاني إسقاط جميع التهم الموجهة إليه. كريم بنزيما وفرانك ريبيري في عام 2014 تمت تبرئتهما من تهمة إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر بعد أن نفى الثنائي معرفتهما بعمر الفتاة آنذاك. نجم مانشستر يونايتد ومنتخب ويلز رايان جيكس وجهت إليه تهمة الاعتداء على صديقته عام 2020، وبعد محاكمات عديدة أعلنت النيابة العامة في 2023 عدم متابعة القضية، مما أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليه. هذه حالات قليلة من حالات أخرى كثيرة تظهر سهولة تلفيق تهم الاغتصاب للرجال عموما وفي جميع المجالات، والمشاهير والرياضيين على الخصوص. فمطرقة المحكمة في قضية الاغتصاب هي الأسهل والأنجع لوقف تألق الرياضيين ووأد أحلامهم. ويعلم الله
كم من مشهور اشترى صمت مبتزيه مخافة المساس بصورته أمام جمهوره. حلم التتويج بالكرة الذهبية سيتم الإعلان عنه يوم 22 سبتمبر من الشهر المقبل، ومطرقة التشويش عادت بداية هذا الشهر، مع أن القضية تعود لسنة 2023. المنافس الأقوى لحكيمي فرنسي الجنسية عثمان ديمبيلي، فهل هذه صدفة؟ الله أعلم. وما قصة الرسائل الخاصة التي جرى تبادلها بين المشتكية أميلي وصديقتها نادية، والتي تقول في إحداها غد غريسيوه؟ سموم الإعلام الفرنسي معروفة عبر التاريخ، لذلك الرسائل موجهة إليه وليس لديمبيلي. فعلى كل حال ديمبيلي كيبقى نسيبنا، ووالدته من أصول موريتانية سنغالية، ووالده مالي. حكيمي تعرف على أميلي عبر إنستغرام، وبعث لها سيارة أجرة لتأتي إلى شقته، مما يعني أنهما كانا في الشقة لوحديهما. هل أتت لتنظيف بيته مثلا؟ ممكن. هنا تستحضرني لقطة من الفيلم المغربي الكوميدي كل ما يريده الرجال للفنان بن عيسى الجراري، حين قال: يلعن بوك يا الفيسبوك، في حالة أشرف حكيمي يلعن أيام الإنستغرام. نجاحات أشرف حكيمي ابن أكاديمية ريال مدريد، وفوزه رفقة الميرينغي بدوري أبطال أوروبا، وتألقه بشكل لافت خلال فترة إعارته لبروسيا دورتموند الألماني، وفوزه بلقب الدوري الإيطالي رفقة إنتر ميلان، وحصده للأخضر واليابس مع باريس سان جيرمان، ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، ومؤخرا دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي. أشرف وصل رفقة المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وقاد المنتخب المغربي الأولمبي كعميد ليحقق إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية باريس 2024. كل هذه الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم المغربية التي حققها أشرف حكيمي ربما مرضت البعض، وربما يراد تكرار سيناريو سعد المجرد مع أشرف حكيمي. سعد المجرد المغني المغربي الشهير والوسيم، والذي تطارده المئات من الشابات من كل أنحاء العالم، اتهم باغتصاب لورا عام 2016. سهر معها في ملهى ليلي باريسي، ورافقته إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، ورقص وقصروا مع بعضهم، وفي الأخير اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا. سعد سبق ووجهت إليه تهمة الاغتصاب في 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة أخرى تقول فيها إنها تعرضت للاعتداء الجنسي في الدار البيضاء عام 2015. وفي 2010 بالولايات المتحدة الأمريكية اتهم المجرد باغتصاب آخر، إلا أن الملاحقات أسقطت في حقه بعد تسوية مع الضحية. التسوية لم يعلن عن قيمتها. يحسن عون المشاهير، ويحسن عون الرياضيين، ويحسن عون أشرف حكيمي مع الابتزاز. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة أخرى من بودكاست زوم إن.